أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى إلنا على قناة مامي ميس على اليوتيوب. أهلا وسهلا لين. مرحبا. أول شيء طبعا بنقول لكم رمضان كريم ونعاد عليكم جميعا بالصحة والبركة والعافية يا رب، وإن شاء الله يكون صيامه هاي السنة سهل عليكم كلكم. طبعا بلش رمضان وبدت بدي ورجع بالنا هيك وعمل لنا هيك، فكل يوم رح نعمل الاشياء اللي رح يطلبوها مني مايا ولين اني اعملهم اياها، فرح اشارككم اياها ونعملها مع بعض في قناتنا على اليوتيوب. اليوم لين شو جا بالك؟ شاورما. طبعا شاورما الدجاج هي وجبه مفضله عند الكبار وعند الصغار، الصغار كثير بيحبوها وموجوده بمحلات كثير بالسوق، ولكن لما تنعمل بالبيت بتكون اطيب وصحيه اكثر وشهيه ومميزه. فاليوم احنا وياكم رح نعمل، انا وياكم لين رح نعمل ايش؟ شاورما دجاج. انا وياك حضرنا المكونات، احكي لنا شو حضرنا. عندنا هون دجاج مقطع ومخلل مقطع، خس مقطع، طحينة، ليمون، سكر، ملح يا جماعه، ملح. مش عارفة احكي اليوم. يعني واضح ان هي طباخه فظيعه، معلش هي شوي شوي رح تتعلم تبس الطبخ معي، فانتوا كمان تتعلموا. طيب ماشي. ملح، لبن وزيت زيتون. في عندنا هون مايونيز وبهارات ماما قولي لنا عنهم. اكيد. هلا انا لين حكيت الاساسيات رح افوت معكم بشويه تفاصيل. تورتيلا، خبز خبز التورتيلا. هلا شويه تفاصيل مهمه. اول شيء الدجاج مسحب، لازم يكون دجاج مسحب مقطع. نحن هون عندنا ثلث صدور الدجاج مقطعه زي ما انتم شايفين. هون في عندنا البهارات اللي حكت عنهم لين. طبعا كل ست بيت لها بهارات اللي بتحبهم، ولكن اليوم احنا استعملنا للشاورما فلفل اسود، ثوم مطحون، كمون، شويه زنجبيل، ماشي؟ يعني تقريبا نص معلقه من كل مكون. انا بغش مع الثوم لاني بحبه فبزيد شوي، اوكي؟ بس ان شاء الله بابا ما يكتشف لانه ما بيحب الثوم. برضه المايونيز عندنا بيكون مايونيز بالثوم لانه الشاورما طعمة الثوم طيبه فيها. طيب رح نبدا تحضير الشاورما يا لين، فرح نبدا مع الدجاج نعمل له تتبيله. تفضل. لين رح تساعدني، لبسنا الجلافز انا وياها وخلينا نبدا. اول شيء رح نضيف الليمون، ماشي؟ ضيفي هي طبعا عصير ليمونه وحده، رح نضيف نحن تقريبا ثلاث ارباع، نخلي ربع شوي نضيفه على الصوص. يلا يا عيني عليك. كمان شوي. تمام. شكرا. هلا الملح بدنا معلقه صغيره ملح، ممتازه، كرشيها. نص معلقه صغيره من كل نوع، فلفل اسود، ثوم وزنجبيل وكمون. يلا ضيفيهم كلهم هيك. ايوه كلهم هيك نزليهم. 1 2 3. وكمان رح نضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون بطر اللحمه وبعطيها هيك نكهه مميزه. ايوه. هلا بدنا نحرك المكونات. تمام، هيك صارت الخلطة جاهزة، خلطة الشاورما. نتركها تقريبا شي ساعتين زمن هيك تتشرب الصوص، وبعديها نقليها ونشوف شو رح يطلع معنا، ماشي؟ الدجاج لازم لما ننقعه دغري نروح نخبيه بالثلاجة وما نتركه برا ابدا لانه بيتسمى، فديروا بالكم بهاي النقطة. طبعا هلا مر ساعتين وهلا رح نكمل اكلتنا. كيف بدنا نطبخه يا لين؟ رح نقليه. رح نحطه في بان او قلايه او صينيه صغيره ممكن، بحيث انه هيك يتقلب على النار. زيت الزيتون رح يساعدنا انه يتقلب من غير ما يلزق، ورح نشوف كيف رح تكون النتيجه معنا. يلا قبل ما نبدا نعمل سندويشاتنا في صوص لازم نحضره، هو سر خطير من اسرار الشاورما. بلزمنا يا لين شو؟ طحينة ولبن شوية ليمون. هلا بدنا نبدا نعمل سندويشات. سندويشة جدا بسيطة، اوكي؟ على خبز التورتيلا بنحط معلقة من هذا الصوص، المايونيز اللي بنكهة الثوم، دجاج، خلل، نضيف خس،
الخس. هلا بدنا نلف الساندويتش. 1 2 3. هيك طبقنا لليوم بيكون جاهز. بتكون خلصت حلقتنا لليوم. تابعونا على قناة مامي ميس لحتى تضلكم تحضروا وصفاتنا، شغلات حلوة كثير رح نقدم لكم اياها. ولا تنسوا تعملوا اشتراك، اعملوا شير لهذا الفيديو لكل اصحابكم، خليهم يستفيدوا ويعرفوا كيف تنعمل الشاورما بالبيت. يلا باي.